بعد ما حطينا الملح يا حبايبي هنبدأ نحط اللبن الرايب، بس طبعا لازم يكون الدرجة بتاعة اللبن الرايب تكون كويسة، ما تكونش سخنة قوي عشان الخميرة مش عايزة ان المية تبقى سخنة عشان ما تموتش الخميرة، عشان احنا عايزين ننشط الخميرة عشان تعمل لنا التخمر بتاعنا. فعشان اللبن سخن شوية فأنا ببرده، بحط عليه شوية مية ساقعين من الفلتر أخففه بشوية مية علشان يبقى درجة حرارة اللبن مناسبة لنشاط الخميرة. أنا حتى بخففه بالمية هنا اهو، وبعدين بفضي في العجين بتاعي. هبدأ بقى أعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على كامل النور. طبعا لازم نسمي الله في كل حياتنا عشان البركة تحصل. هنكمل عجين وهنشوف العجين في الآخر. حبايبي عملنا برضو شوينا بطاطا، طالما في عيش في الفرن هنخبز عيش يبقى برضو نشوي بطاطا علشان يبقى كله في الخبيز معمول حسابه. اتفضلوا معانا حبايبي. ده كان شكل العيش بتاعنا. العيش شكله جميل والله، شكله حلو وكمان طعمه احلى واحلى، لان العيش البيتي ما يعلاش عليه.